الدنيا غالية، مفيش حاجة مرتاحة. والله. خدنا كله كرتونه غالي. بخصم 10 ولو خدنا يبقى بخصم 10. تعالوا النهاردة بقى هاخدكم في جولة معايا في مدينة العبور وسوق العبور. هروح سوق العبور علشان اشتري مانجا، فقلت اخدكم معايا جولة كده سريعة. وكنت في طريق الاسماعيلية ووصلنا لمدينة العبور. بس مبدئيا كده اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل له كل الفيديوهات اللي انا بعملها له. وما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم وتشيروه مع الناس اللي بيهمها الفيديوهات اللي زي كده. هنا كنا خلاص بقى داخلين على مدينة العبور. عايزة اقول لكم ان سوق العبور هو في بداية المدينة على طول، يعني مش هتمشوا كتير جوه المدينة خالص. هنا بقى كنا نزلنا النفق وطلعنا، واول ما طلعنا على طول خدنا نيو تيرن، لفينا كده ورجعنا ودخلنا يمين، يبقى احنا كده دخلنا السوق. مبدئيا كده انت بتدخلي وانت داخلة السوق بتدفعي تذكرة ب5 جنيه، يعني اول حاجة بتعمليها بتدفعي 5 جنيه تذكرة، وبعد كده تدخلي السوق. عايزة اقولكم ان السوق ده سوق فاكهة، اول حاجة هتلاقوها قدامكم هي الفاكهة، وبعد كده في سوق خضار وفي سمك، في كل حاجة في السوق. بس انا النهاردة رايحة للفاكهة واشوف الفاكهة اللي هناك. بس كنت ناوية الصراحة اجيب مانجا واجيب كمان عنب واجيب جوافة. بس الصراحة ما لقيتش جوافة خالص. هنا بقى كنت دخلت السوق. تعالوا بقى معايا هوريكم الاسعار وهوريكم كل حاجة في السوق. عايزة اقول لكم ان هم كلهم زي بعض، يعني معظم كل الناس اسعار زي بعض، بس انتي ممكن تفاصلي مع حد تنزلي معاه شوية. تعالوا اقول لكم بقى ازاي اشتريت وبشتري ازاي وبيضيف لك قد ايه على الكرتونة، لان انتي لما بتشتري كرتونة او كرتونتين مش زي الناس اللي بتيجي تحمل عربيتها. يلا بينا نبدأ الجولة بتاعتنا. ده عنده، هي دي ايه يا احمد؟ هي دي ايه؟ دي سحلية، دي لا دي كيت. دي كيت؟ تعرفها ازاي؟ اللون شكلها حلو قوي، ريحتها. اللي فيها ربنا يخليهم لك. دي ايه بقى؟ في النار. دي كيت. السنارة؟ السنارة يقول نعوم. دي النعوم. عاملة كام النعوم؟ 24. ب24. والسنارة 25. 26. كامل. كاري. السكري دي سكري؟ كام؟ لا اللي قدامي السكري دي كام؟ 22. 20. سكر قطيع سوى شجر. ايه؟ سكر قطيع سوى شجر. اه، ده ريحتها حلوة. في عويس. بحب اشم ريحتها. يوم الأطفال من الآخر يدوروا على النت. ده العويس. عاملة كام بقى؟ العون يا عالم. ده عشان النهارده الخميس وصبح الجمعة ب35. 35. اللي فوق يا ده بلاش. فين اللي فوق؟ اللي فوق صور عبد الله قناة على النت. صلى على النبي. ده ايه ده بقى؟ حلويات العويس بقى. ده العويس الفاخر. ده بكام بقى؟ ده ب45. 45. تمام. بس ده اسمه عمو عويس. عمو عويس اشمعنى؟ هو باين، هو باين، صح كده؟ هو باين من الشكل. عشان دي بايتة أكيد. بالظبط كده. بس هو شهر. باين. في انواع تانية؟ ودي فص ديت. ديت فص؟ بس دي مش فص، يعني ديت بتبقى ممكن تتضيق أو كده، وبتبقى مقطوفة من الشجرة بدري. في انواع تانية نسأل عليها؟ في انواع تانية نسأل عليها؟ هي أصلا النهاردة فص المعينة كده 30 ونص دول. هتبقى معاك 10 كيلو. 10 كيلو. دي 5 و5 يبقى معانا 10 كيلو مرة واحدة. ممكن نحطها ماشي. ولو خدنا كرتونة بخصم 10 ولو خدنا يبقى بخصم 10. العنب انت قلت بكام؟ انت قلت العنب بكام؟ ب 25 صح؟ ولا ب 22. ب 22. ب 22. والكرتون فيها من 10 ل 11 كيلو. ايه؟ وفيها من 10 ل 11 كيلو. تمام. ماشي يلا.
عايزه اقول لكم بقى ان شكل المانجا وهو مترصص كده كان شكلها حلو جدا جدا، ويفتح النفس ان الواحد ياخد المانجايه كده ويقطع منها حته من فوق ويقعد ياكل فيها. كمان عايزه اقول لكم ان المانجا اطلقوا عليها لقب ملكه الفواكه، لان هي فيها فيتامينات وعناصر غذائيه ومعادن للجسم مهم جدا الكبار والصغيرين ان هم ياكلوها، بس طبعا الكتر يعني الاكل منها بيزود الاملاح في الجسم. تعالوا بقى اوريكم العنوان بتاع الحاج اللي انا كنت قاعده عنده وبصور عنده. اول ما هتدخلي كده من الباب هتلاقي جامع. تمام، الجامع دوت يعني هو الجامع اهو قدامكم، الشارع اللي قدامه على طول الحاج عبد القادر ابو رواش. غلا الدنيا غالية. مفيش حاجة مرتاحة. والله. هتدوخي. كله غالي. معلش هتريح. علينا كلنا، معلش. والله غلا ايوه ولا بيع على الشروة. غلا مانجا مش غلا بياعين. ايوه غلا مانجا مش غلا بياعين. ايوه كان في حديد. تمام. اسمنا اللي احنا قاعدين في سوق العبور. معلش. لا لا لا. ابو عبد بيجاح. اه عايزه اقولك بقى ان انت اول ما بتدخلي الطريق او الشارع كله بتاع الفاكهه كلهم بيبيعوا مانجا، والاسعار كلها يا شبه بعض يا متقاربه، يعني محدش مش هتقولي مثلا انا اقعد ادور واشوف حد ارخص، لا كلهم اسعارهم واحده او متقاربه جدا جدا من بعض. انت لما بتيجي تشتري مثلا الكرتونه بيبقى فيها من 10 ل 11 كيلو، لما بتشتري كرتونه او اتنين مش زي عربيات النقل اللي بتيجي بتحمل بالكميات، فهو بيجي يقولك انت هتشتري كرتونة او اتنين فبيحطلك على الكرتونة 7 جنيه ونص، عشان برضو تبقي عاملة حسابك، يعني انت الكرتونة فوق تمن المانجا بتاعتك هتحطي 7 جنيه ونص. تمام، ويبقى كده انا خلصت الجولة بتاعتي في سوق العبور، وخلصنا كده واشترينا المانجا واشترينا العنب، بس ما لقيتش جوافة. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة بتاعتي وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، واكتبوا لي تحت في الكومنتات مستنيين فيديوهات ايه تانية عاوزيني اعملها لكم، واشوفكم على خير بقى في فيديو جديد. يلا باي باي.